السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. طبعا طولت ما نزلت حاجة، لكن بنزل حاجة توعوية للشباب في إفريقيا ولعموم الشباب. أي واحد واعي وعنده وطنية، تمام. ونصيحة لمدرسين حلقات التحفيظ في إفريقيا. طبعا المقطع هذا يمكن أغلب الأفارقة اللي ما يعرفوا اللغة العربية ما حيفهموا إيش قاعد أقول، فيا ريت أنت اللي تفهم تترجم الكلام هذا، لأني لا أتكلم إنجليزي ولا أتكلم فرنسي، تمام. الكلام اللي بقوله والنصيحة اللي أبغى أوصلها للشباب. طبعا كلكم شاهدتوا البلدان المتطورة اتطورت ليش. صحيح عندنا موارد، في موارد في البلدان الأفريقية في كل حاجة. لا تقول لي حكومة، لا تقول لي الحكومة ما وفرت لي، لا تقول لي الحكومة ما سوت لي، تمام. احنا ما ننتقد الحكومة في كل حاجة، اوكي يا جماعة الخير. اللي متعلم يفهم اللي جنبه، يفهم الناس اللي ما هم متعلمين، بالذات اللي متواجدين في القرى. الناس اللي ما هم متعلمين، اخواننا واخوانكم اللي ما هم متعلمين، تمام. لازم تفهموهم نقطة، انه اللي بيهدم بلده زي اللي بيهدم بيته. لانك انت لو هدمت بيتك ما تلقى مكان تعيش فيه، حتعيش برا في الشمس، تمام. الوطن هذا زي بيتك، الوطن زي بيتك. انت لما يجيك شخص ويقول لك خذ سلاح اعبث في بلدك، اول حاجة الشخص يمكن يكون غريب، تمام، ما هو من ابناء البلد. هذا واحد. اثنين، انت يعني بتشيل السلاح هذا بتحارب ابناء بلدك، حكومة بلدك، بتدمر بلدك يعني. والغريب هذا يمكن يطلع يرجع بلده في امن وامان، بلده في امن وامان. لما يطلع من بلده، لما يطلع من بلدك ويروح بلده، انت هنا ترجع تقتل اخوانك، ترجع تقتل تحارب اخوانك. خلاص هو طلع راح بلده، انت فين لك؟ مالك ملجأ، مالك ملجأ الا بلدك. ولذلك يا اخوان الواحد لازم التوعية هذه لابد منها، سواء الاخوان في النيجر، سواء الاخوان في بوركينا فاسو، سواء الاخوان في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وفي كل مكان في البلدان الافريقية. اي شاب متعلم يفهم اللي جنبه، يوعيه وش الايجابيات وش السلبيات في الطريق اللي انت تبغى تمشي فيه. البلد اللي ما فيه امن وامان مستحيل انك تسيب اهلك وتمشي خطوة. انت نفسك انت بنفسك ما تكون مطمئن وانت ماشي. البلد اللي ما فيه امان، تمام، ما تكون مطمئن. لكن بالعلم والتوعية انت تقدر، وبالتعاون انت تقدر تخلي بلدك آمن. بعد الله عز وجل تقدر تخلي بلدك آمن وأمان. لأنه مو كل شيء الحكومة ما تسوي لك كل شيء. الحكومة في أشياء ما تشوفها، لكن أنت لازم تصير حكومة. في الحالة هذه أنت لازم تصير حكومة، أنت لازم تساعد الحكومة إنها في التوعية في الأمور هذه، عشان الحكومة تقدر تبني لك وتسوي. لكن الحكومة لما تكون مشغولة في أمور ثانية تهم الأمن وتهمك أنت، صعب إن الحكومة بالميزانية الضعيفة يقدر يسووا لك بنية تحتية، يقدروا يوفروا لك صحة، يقدروا يوفروا لك مدارس، يقدروا يوفروا لك أشياء كثيرة. صعب.
لأنه دائما الحروب يا أخوان تستنزف الدولة، تستنزف الدولة. لذلك يا أخوان لازم التعاون، تتعاون مع حكومة بلدك، تتعاون مع أهل قريتك، تتعاون مع أهل منطقتك، تكونوا متعاونين في كل شيء. ما ترضوا بالشخص اللي يخرب. الشخص اللي يجي بيخرب في المنطقة لا، خط أحمر. في قريتك، في منطقتك، في هذا جميع الشباب الآن. يعني إحنا في 2024، إحنا في 2024 يا جماعة الخير. يعني معقولة شاب في جيلنا ما يعرف الصح والغلط؟ مو معقولة، مرة مو معقولة. لكن لو قل العلم حيكون الشيء معقول. لو قلت التوعية حيكون الشيء معقول. أكيد حتقول إحنا في 2024 وفي عقليات بالطريقة هذه، أوكي حتقول فيه، لأنه ما في توعية، ما حد بيوعي الثاني. ما المتعلم ما بيعلم الأمي اللي جنبه، سواء في القرى سواء في المدن. لازم المتعلم يعلم الشخص الأمي، الشخص اللي ما هو متعلم، تفهمه، تعلمه حب الوطن، تعلمه انه في طرق اذا مشيت فيها انت بتدمر البلد، بتدمر نفسك، ويمكن كمان تضحي بنفسك وتموت موتة جاهلية، لانك انت بتسوي شيء لا يرضي الله ولا يرضي الرسول ولا هو في الدين الاسلامي نهائي. ولو كنت ما انت مسلم بتسوي شيء برضه بيوديك للتهلكة، زايد على كفرك، زايد على إلحادك، إنك أنت دمرت بلدك وقتلت أبرياء وبتخش النار وموت جاهلية. فلذلك يا إخوان لازم التوعية، لازم المتعلم يوعي الشخص اللي ما هو متعلم في الأمور الأمنية، في الأمور الأمنية، في القرى، في المدن، في المدارس، حلقات التحفيظ. لازم توعي الشباب عشان البلدان هذه تمشي لقدام ويكون في أمن وأمان، والحكومة تقدر تسهل لكم أمور التعليم والصحة وتوفير الأعمال عشان ما تضطر إنك أنت تهاجر. لازم أنت توقف تساعد الحكومة في الأمور هذه. والله يعطيكم الصحة والعافية. See you.